السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة يا رب. بحبكم في الله طبعا أكيد. أه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا النهاردة الجمعة يا جماعة، اكسروا بقى من الصلاة على النبي، واكسروا من الاستغفار، واكسروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هتنالوا خير كتير جدا جدا. النهارده يا جماعه طبعا الحلقه اللي انا عملتها امبارح، انا هعمل الحلقه دي بناء برضو على طلبات ستات كتيره يعني طلبت مني. اولا الحلقه دي يعني هعملها عشان توضح لك ازاي انك تعرفي انك انت عندك روحانيات. آه، شوف يا جماعه، يعني انا هقول لك شويه حاجات. لو اكتشفتي ان الحاجات دي عندك، لان في ناس كاتبالي في التعليقات امبارح انا بيحصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. عشان القصه اللي حكتها للست اللي كانت يعني اللي كانت الدنيا لهياها دي ومش عارفه ايه، فما كانتش عارفه ان عندها حاجه، بمجرد ان هي عرفت بس خلاص يعني بقت منبهره بنفسها. ربنا اصطفاني رغم ان انا كنت بعصيه كده، فتابت لله وبكت وبقت دلوقتي حالها يعني. يا رب كلنا نبقى زيها ان شاء الله باذن الله. ازاي بقى تعرفي نفسك ان انت عندك روحانيات وان انت داخله على مرحله؟ انت عارفة يعني ايه يبقى عندك روحانيات اصلا؟ انت عارفة يعني انت كل الخير ليكي، الرزق، عندك ملايكة ربنا مخصصهم لك حواليكي. انت بتصلي وانت بتشتغلي في بيتك، وانت في شغلك، انت في المطبخ، وانت هنا وانت هنا. انت بتعملي بايدك بتعملي بايد واحدة في البيت، لا هيبقى معاكي اكتر من 50 60 ايد تشتغل معاكي. ان دخلت المطبخ اذا بتشتغل معاكي. إن شوفي، ان مسكتي يعني هقول لك ايه. اي حاجه تعمليها هتلاقي تحس ان الناس بتشتغل معاكي. وشوفي الموضوع ده اللي عندهم يا جماعه، الموضوع ده يتواصلوا معايا، انا هسيب لهم الرقم يتواصلوا معايا، وان شاء الله ايه هقول لهم على طرق حلوه جدا جدا، لان الحمد لله يعني كرم ربنا، انا ربنا منن عليا بالموضوع ده. والحمد لله انا شفت خير وبشوف معجزات ما بعدها خير، الحمد لله والشكر لله، ربنا يدومها بس عليا نعمه. ودي حاجة يعني مش كل حد ربنا بيصطفيه ويبقى فيه الحاجة دي. الناس يا جماعة اللي قلوبها طيبة بس، الناس اللي هم بيقولوا الوحدة الطيبة زيادة عن اللزوم، اللي هي اللي بيقولوا عليها ساذجة من الآخر يعني. في ستات كده، فيه ناس يعني ممكن واحدة مثلا كمثال، قبل ما أقول لك الحاجات، واحدة مثلا كمثال، مثلا 3 4 سلايف في بيت عيلة، في بيت مثلا واحد، تحس إن فيهم واحدة كده يعني مثلا جوزها جاي عليها شويه، بيزعق فيها بيعمل فيها، فتحس كده ان هم ايه سلايفها مستعبطينها مستهبلينها. حماتها حاطه عليها البيت كله وسايبه التانيين، يعني تحس انها مظلومه مكسوره كده. الست بالعكس هي زعلانه على نفسها وتقول طب اشمعنى انا اللي كده؟ بالعكس ده انت تبوسي ايدك وش وظهر، ده انت تسجدي لله شكر ليل ونهار وتقولي احمدك يا رب ان انا كده. ده انت يا حبيبه قلبي، ده انت ربنا مصطفيك، اعطيكي قلب ملائكي، اعطيكي قلب طفولي، اعطيكي قلب جميل جميل جميل. افتخري بنفسك، افتخري بنفسك. يعني الطيب في الزمان ده مش هقول بيقولوا على عبيط، لا بيقولوا على ضعيف ملوش اي لازمه، لا لا، بالعكس، ده اللي ملوش اي لازمه ابو قلب غليظ، ابو قلب جاحد. الواحده اللي هي تشوف، يعني اكيد فيكم برضو ستات جمال كده عسلات، حتى لو جرح في عيل من ولادها كده صغير كده، ما تقدرش تشوف حتى نقطة الدم اللي في الجرح. لو لقيت مثلا أي طفل بيعيط عايزة تقعد تبكي عليه، إن سمعت مسلسل في التلفزيون عايزة تقعد تبكي. هي دي يا جماعة القلوب الصافية، هي القلوب الحلوة اللي ربنا بيصطفيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا فيها صفات دي وربنا منن عليا بيها، عشان كده ربنا كرمني كرم 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 ما بعده كرم. الحمد لله انا ماشيه في طريق الله دلوقتي، ربنا بس يعيني يا جماعه. وانا عملت القناه دي زي ما بقول لكم، والله العظيم ما باخد منها ولا قرش دلوقتي. انا عامله القناه دي وهباها بيني وبينكم وقدام ربنا، وهباها لله باني اوصل كلمه حق، باني حتى كلمه واحده اقولها واحده تسمعها ربنا يهديها وتمشي على طريق المستقيم. بقول لك ايه، انت واخده ايه من الدنيا اصلا؟ واخده ايه؟ مستغلينك. ما فيش بقى كل يوم بقى الروتين بتاعك تطبخي تخبزي مش عارف. طب وانت فين؟ عمرك بيضيع، عمرك بيضيع. انت بعد ما عدت ال 40 عايزه ايه تاني؟
عايز اقفي بقى مع نفسك. ايوه بعد ال40 يا جماعه بيبتدي بقى سن الشباب والجمال والطعامه وكل حاجه حلوه واللذاذه. محدش يقول ان بعد سن ال40 قربنا نوصل ان شاء الله. آه ما تقوليش بقى ان انت خلاص كبرتي، لا. لا بالعكس، ده انت ابتديتي السن الجميل، سن النضوج، سن الانوثه الطاغيه، الجمال الحلو الراسخ مش الجمال المتهور. لا. هقول لك بقى على الصفات اللي تعرفيها ازاي يبقى انت تعرفي نفسك روحانيه. آه لما تقعد، انا هعمل لكم حلقات كده ان شاء الله كتير، بس ادعموني بقى واكتبوا لي تعليقات كتيره عشان اعرف ان انتوا حابين الموضوع ده. اما تقعدي كده مثلا ايه، يعني مثلا انت قاعده مثلا حاطه كوبايه شاي قدامك، حاطه اي حاجه، ومثلا بتفكري مثلا ايه، يعني ابنك مثلا بره، إيه اختك بره، اختك هتجيلك مش عارفه ايه، بصتي جت على دماغك صدفه كده انها ممكن تكون اختي جايه، تبص تلاقي قبل ما تكمل الكلمه تبص لاختك خبطت عليكي. طب ازاي ده، أنا لسه فاكراها نهار ابيض، تبقى هتتجنن. تبقى قاعده مثلا ايه، جارتك مثلا دي هي اللي جت في دماغك، كانت حاصله منها حركه ولا تبص تلاقي جارتك خبطت عليك، رنت عليك مش عارفه ايه. حدثك الحدث بيسبق التفكير. ربنا عطيك حاسه اما تحسي كده وانت ماشيه في اي مكان ان انت مقبوله، ان انت جذابه. مش معنى جذابه بقى ان الناس بتعاكس فيك، ايوه بتبقى بالعكس، بيبقى اللي هم عندهم روحانية الضهم بتبقى تحس ان شكلهم طفولي زي الاطفال. انت عارفين انا ولادي بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا يا ماما انت عامله زي الطفل، انت شكلك شكل الاطفال. يعني مهما يا ماما بتكبري وبتعملي بس انت تحسي انك طفله لسه صغيره، وشك زي وشنا، ملامحك زي ملامحنا الصغيره، الاطفال الصغيره، البنات الصغيرين. انت وشك زي وشنا، انت بتلعبي. انا يا جماعه ببقى عامله في البيت زي المجنون، العب اضحك اهزر اعمل مع الاطفال الصغيره، اعمل معاهم يعني لدرجه بيبقى ماسكين المكعبات والحاجات اقعد العب معاهم. هي دي اللي تحس انك انت عندك روحانيات، رقيقه القلب، رقيقه المشاعر اللي دمعتها دايما بتنزل. اما تبقى ماشيه مثلا في مكان او مثلا واقفه في بلكونه كده، تحس ان العصافير كلها اول ما تيجي انت العصافير تيجي عليكي. تحس ان الحمام، الحاجات اللي دايره في الشارع دي مش عارفه ايه، تحس انك مثلا وانت ماشي عندك، لو عندك قطه، لو عند جيرانك قطه، لو مش عارفه، الحاجات كلها منجذبه ليكي والناس منجذبه ليكي. تحس انك محبوبه في الحاره، في البلد، في العزبه، في مش عارفه ايه بتاعتك. دي تعرفي كده ان انت روحانيه. تعرفي لازم تنمي نفسك، لازم تنمي نفسك، ما تسيبيش نفسك، ده انت خارجه يجيلك. انت عارفه يعني ايه تبقى روحانيه؟ يعني ملائكه تبقى معاكي. لو لا قدر الله ابنك مثلا رايح لحاجه والحاجه دي فيها مثلا شر ليه، الملك اللي معاكي، الملائكه اللي معاكي اللي ربنا مسخرهم لك من فوق 7 سماوات هينبهك، يقول لك ما تخليش ابنك يروح المكان، هتخليه انت ما يروحش المكان. لو لا قدر الله انت رايحه مكان وهتجرى لك حاجه هيقول لك ما تروحيش وهيعطلك. هتلاقي ايدين بتساعدك، هتلاقي ناس بتصحيكي تصلي الفجر، صلي قيام الليل. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله يا جماعه، خير ما بعده خير، اقسم بالله خير ما بعده خير. هتشوفي العز وتشوفي الهنا في حياتك. هيقولوا لك النهارده اعملي ايه، الذكر ده، هم اللي هيقولوا لك على الاوراد بتاعتك. انت هيبقى عندك عشق لله، انت هيبقى عندك عشق، بتعشقي ربنا، بتعشقيه. مجرد بس ترفعي راسك للسما كده عشان تدعي هتبكي عينك وهتنهار من العياط. يا جماعه فوقوا، يا جماعه بالله عليكم فوقوا. الحياه مش كلها ايوه، ما قلتلكش ما تعمليش حاجه، ما تعمليش مصالح، ما تعملي مصالح بيتك، بس اعملي مصالح بيتك. مش كل الوقت بقى مصالح بيتك، لا. ده انت تقومي من النوم الصبح اول حاجه بعد ما تصلي الفجر وربنا يكرمك ونمتي ساعه ولا كده، تمشي ولادك على المدرسه، امسك المصحف اقراي. ابدأي حياتك كلها بسورة البقرة الأول، هتشوفي النعيم اللي في الدنيا. بعد كده سورة البقرة ربنا كرمك اقرأ سورة العمران، اقرأ سورة الواقعة، كلها خير، كلها فلوس. يعني سورة الواقعة دي هتجيب لك الخير من الدنيا كله. سورة البقرة أقسم بالله أقسم بالله هتخلي بيتك زي العطر، زي البلسم. هتخلي بيتك هدوء، هدوء ما بعد هدوء. وجربوا يا جماعة وشوفوا اللي عنده الحاجات دي يا جماعة. وحاجات تانية كتيرة، حاجات تانية كتيرة انت هتعرفيها. يعني مثلا ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تحلم الحلم مثلا بالليل، تبقى حلمانه الحلم، وتصبح تقول اللهم اجعله خير. تبص تلاقي الحلم جارتك مش عارفه وقعت، مش عارفه الله اعلم من اللي توفى، ربنا يا رب يكرمنا. مش عارفه ايه، تبص تلاقي الحلم بتاعك اتحقق. انت كده تعرف انك عندك روحانيه، روحانيه عاليه. عشان تنميها بقى، يعني ممكن تكون جايه معاك من الطفوله، ممكن تكون من كتر مثلا انت خدتي فتره كنت بتذكري ربنا كتير، كنت كده، كنت قريبه من ربنا، فربنا ايه، يعني
جاب لك الروحانيات دي ونزل لك الملائكه دي، بس انت بقى اشتغلتي في الحياه وانت ما انتش عارفه انت ايه اللي بيحصل معاكي. حاجات كتيره بتحصل معاكي. آه نمي نفسك. هتنمي نفسك بايه؟ ان عرفتي عندك بقى الحاجات دي، يعني انت دخلتي مكان مثلا مشمتي ريحه بخور، ريحه حاجه، والمكان ده انا حط يا جماعه مفيش بخور، انا ما بحطش بخور، انا ما بعملش حاجه، روح البخور مجرد ثانيه كده وتاجي ماشيه. دي حاجات كده تبص تلاقي وانت قاعده كده تبص تلاقي خيالات بيضه كده عدت عليك. لا مش الخيالات السوداء دي، ربنا يكفينا شرها. تبص تلاقي شويه هوا كده باردين ساقعين عدوا من عليك في عز الصف كده من جنب وشك. الحمد لله يا جماعه، والله الحمد لله والشكر لله. انا ما كنتش اعرف الاول، بس انا دلوقتي الحمد لله وبشكر ربنا ليل ونهار بتحصل معايا معجزات انا مش متخيله انها كانت تجي في حياتي. غير كل ده انك اقسم بالله ورب كتاب الله ده، ورب كتاب الله ده، ما تعبدي ربنا بنية خالصة وتعبديه وتعبد الله خالصة كده كده. انت قربت لربنا، ربنا هو نفسه هيخلي قلبك ده يرق. لا اي دعوة تدعيها وترفع ايدك للسماء لا تستجاب، اقسم بالله. شوفي المعجزات، ربنا يحقق لك المعجزات اللي هي بتقول عمري ضاع. والله والله وحياة المصحف ده ما ترفعي ايدك لربنا وتقولوا له يا رب انا عايزه ارجع شباب تاني، صغيره جميله حلوه. لا شوفي هيعمل لك المعجزات. يا رب انا عاوزه ابني اللي في الثانويه العامه يجيب، حتى لو ابنك ما كانش عارف، هتبص تلاقي ربنا صنع المعجزات، هتبص تلاقي ابنك جاب اكبر درجات. يا رب انا عاوزه النهارده الاسبوع ده اجيب ركنه، مش قادره اجيب ركنه. اطلبي اللي انت عاوزاه، اقسم بالله يا جماعه خير ما بعده خير. وانا مجرب المواضيع دي، وانا عارفه المواضيع دي. والله العظيم ال1000 جنيه في ايدك هتبقى بقيمه 100,000 ببركتها. ويديك ربنا البركه في عمرك وفي بيتك وفي حياتك وفي رزقك. هتبقى محبوبه في وسط الناس، الدنيا كلها هتحبك. اعملي الحاجات دي. شوفي انت عندك الحاجات دي ولا لا. اللي انت عندك الحاجات دي فعلا والحاجات دي في قلبك وقلبك بيرق. ومن الناس اللي الناس بتقول عليها عبيطه، بيقول عليهم عبايط. الطيبين يعني زي عن اللزوم بيقول عليهم عبيط. لا عبيطه عبيطه يا ستي، احنا عباط الحمد لله، بس نبقى قريبين من ربنا. ابدأي بمصحف ربنا الاول، امسكي السبحه، سبحي ليل. انت اما تقربي من ربنا يوم ولا اتنين هتبص تلاقي ربنا سخر لك الملائكه ونزلهم لك، اقسم بالله هتشوفيهم بعينيكي. وانا اقسمت لك بالله هتشوفيهم بعينيكي لما ربنا يكرمك. امسكي السبحه، مش مهم السبحه على صباعك، طرف ما انت قاعده سبحي استغفري، سبحي، صلي على النبي الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الصلاه دي بتحقق المعجزات والله يا ولاد، والله اقسم بالله بتحقق المعجزات. الصلاه الابراهيميه والاستغفار. اعملي كده، اعملي كده وتوكلي على الله. فوقي من اللي انت فيه بقى. المحشي مش المحشي بيخلص وبتجي تاني يوم تكبي الطيور والحاجات دي. اللي مش عارفه الفطير اللي انت بتعمليه بيرقد بيبوظ، ما حدش بياكله. فوقي بقى من اللي انت فيه، ما بقولكش ما تعمليش، اعملي اكل لاولادك، بس فوقي بقى، اقفي واقفه مع نفسك كده. شغلك اللي انت مهاريه نفسك فيه ده، فوقي شويه بقى، فوقي شويه، فوق اقفي لنفسك كده شويه، اقفي مع الله وشوفي الله. والله العظيم اللي هتقاسي عشان تجيبيه في سنين الفلوس والماديات، اقسم بالله العظيم ربنا هيبعته لك في اسبوع. مش انت بتشتغلي ترى في الشهر بتاخدي 1000 جنيه، 1000 ونص، 2000. والله العظيم ما تقربي من ربنا لا تبصي تلاقي الفلوس هي اللي بتجري وراك، مش انت اللي بتجري وراها. واسال مجرب ولا تسالش طالب زي ما بقول. يا رب لو كان الفيديو عجبكم اكتبوا لي بقى تعليقات حلوه، قولوا لي نستمر معاكم ولا لا. وانا بقى هجيب لكم الاذكار واجيب لكم واجيب لكم الاوراد واجيب لكم كل حاجه اللي عندها الحاجات دي، اللي ما عندها